شفتوا اللي صار مع الطفلة الإماراتية مريم الشحي؟ قبل ما نبدأ بأي شيء اللي منقوله الله يقومها بالسلامة، يبعد عنها كل شر ويصبر أهلها. شو صار مع هاي الطفلة؟ بكل بساطة في برنامج للأطفال عبارة عن عرض أزياء، وهذا البرنامج بصير فيه مسابقات، نوع من أنواع المسابقات، نوع من أنواع التحديات. طبيعي يكون فيه فوز وخسارة. لما يكون التحدي أو المسابقة فيها فوز وخسارة، راح يكون خلينا نقول التحدي مشحون نوعا ما، تحدي شريف، انه لا انا نفسي افوز، لا انا عملت هيك، لا هو غلط، كانه انا احسن. فيه نوع من انواع التحدي الشريف، لانه مين ما بيحب يفوز؟ حتى الكبار، مو بس الاطفال، الكبار نفسهم يفوزوا باي شيء، ما بالك الاطفال؟ راح يكون في بيناتهم كلمات مشحونه، الفاظ مشحونه، تصرفات مشحونه بحكم الغيره. الكبار بيغاروا، ما بالك الاطفال؟ للتذكير، نحن هلا موضوعنا فيه اطفال. الأطفال خلوا لي إياهم على جنب، مين ما كانوا الأطفال، وين ما كانوا الأطفال، ما بنقدر نرمي اللوم على أي طفل، على أي تصرف بيطلع من الطفل. طفل عمره 9 سنين، 8 سنين، 10 سنين، شو بدك توجه له كلام لما يطلع منه غلط غير أنه تعطيه عقاب؟ توجه له عقاب طبيعي يناسب سنه وبس. ما بتقدر تعمل أي شيء لأنه طلع منه الغلط. بس اللوم بالرمى على مين؟ اللوم بيجي على الكبار. هذول الكبار مسؤولين من الصغار. حتقلي يعني نحن بدنا نرمي اللوم على الأهل؟ أيوة، بحب أحكي لك إنه اللي صار بالبرنامج بنقدر نرمي اللوم على الأهل، إنه أنتوا كيف ما يعني حذرتوا أولادكم من هاي التصرفات. بس هم كمان طلعت منهم تصرفات، خلينا نقول تصرفات طفولية. هو ليش؟ لأنه البنات كانوا عم بتمسخروا على هاي الطفلة الإماراتية مريم، عم بتمسخروا على لهجتها، بتمسخروا على طريقة كلامها، لأنه كانت البنت شاطرة. مثلا كان في موقف من المواقف إنه هي راسمة، والرسم تبع مريم رسمها أحلى من غيرهم، وهون صاروا يتمسخروا عليها وصاروا يتمسخروا على لهجتها. أوكي، هذا الموضوع وين صار؟ بالحلقة، بالبرنامج، ويتنمروا عليها. حطوا ببالكم التنمر شيء مش سهل. حاليا التنمر صار على رأس قائمة الجرائم، يعني في جريمة القتل، في جريمة السرقة، صار جريمة التنمر على رأس قائمة الجرائم. صار شيء خطير. الشخص الكبير إذا تنمرت عليه ممكن تأذي نفسيته، فيتصرف تصرفات مش ولا بد. ما بالك الطفل لما تيجي تتنمر عليه ممكن تدمر حياته تماما ليكبر، ممكن تنهي حياته. بس بحب أحكي لك، ممكن أنت لما تتنمر على طفل بكل بساطة حيشوف حاله إنه هو شخص مش جزء من هذا المجتمع، فبيقرر إنه ينهي حياته. كويس، الحمد والشكر لك يا رب إنه موضوع مريم الشحي وقف هون، إنه تعبت في المستشفى. أنا ما بقول إنه الحمد لله تعبت، لا، الحمد لله إنه الموضوع بس وقف هون، إنه ما عملت بحالها شيء. الله يقومها بالسلامة والله يبعد عنها كل شر. ولكن التنمر شيء مش سهل على أي طفل، على أي إنسان، على أي كائن حي. ولك حتى الحيوانات لما نقعد نتمسخر عليها ونهينا ونعمل عليها مقالب ونضربها، هذا الشيء حرام. طبعا هذا الشيء صار كمان بدولة الإمارات. دولة الإمارات على طول حتتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية اتجاه الناس اللي مسؤولة على اللي صار بمريم الشحي. وحط ببالك، مش لأنه طفلة إماراتية الإمارات راح توقف معاها. أي طفلة من أي جنسية بالإمارات راح توقف معاها. ولكن الحيوانات، أنا لما كنت أقرأ بالسوشيال ميديا ونقرأ الناس وناس حوالينا يحكوا إنه إذا نحن تنمرنا ولا أذينا حيوان قط راح يتخذوا معه الإجراءات اللازمة. في واحد كان عم بتنمر على قطة وكان عم بتمسخر عليها وعم بيخوفها ويرميها من فوق السطح. حاكم دبي لحظيا اتخذ معه الإجراءات القانونية وحكم عليه 6 شهور بالعمل الاجتماعي إنه يصير ينظف شوارع دبي وينظف حديقة الحيوانات اللي موجودة بدبي. يعني الموضوع مو بس لأنه طفلة إماراتية، لا، الغلط غلط عند مين ما كان يكون، ونحن حنوقف مع الشخص وراح نعطي الحق لصاحب الحق. لا تفكروني انه انا قاعد عم بجمل الحكي، هذا الواقع، انا بحكي لكم حقائق. وفي ناس راح يحكوا انه هذا فعلا موجود بالامارات. نرجع لموضوعنا. طيب، صارت المسخرة، صار التنمر، ما بنقدر نحكي ونرمي اللوم على الأطفال. يا سيدي خلينا نقول إنه الأهل كمان طلع منهم غلط. بس اللي قائمين على البرنامج تم تصوير هاي الحلقة، وبعدين بعد التصوير صار في مونتاج. ليه لما شفتوا الغلط ما شلتوا؟ ليه سمحتوا بوجود هذا الغلط؟ ليه ما شلتوه بالمونتاج؟ نحن كتصوير أي حلقة، أنا لما أصور حلقة مفكريني أنا بصورها حلقة كاملة متكاملة لا تشوبها شائبة؟ لا، في مليون غلط أنا بحذفه، في مليون كلمة بقولها
بقولها غلط بحذفها ما بخليها، وبتوصل لكم بالطريقة هاي النقية نوعا ما. ليش؟ لأنه في مونتاج ما بعد التصوير، وكمان بالبرنامج في مونتاج ما بعد التصوير. ليش خلوا الغلط؟ طبعا بكل بساطة مشان الحلقة تجيب أعلى نسبة مشاهدات، وإجا واحد ذكي نوعا ما بالتسويق قال خلينا نعمل إثارة جدل شان الحلقة تطلع بالسوشيال ميديا وتصير ترند، وهون نحن نكون انشهرنا. لا حبيبي، انتوا صرتوا ترند بطريقة سلبية انكم اذيتوا طفل. الحمد لله صرتوا ترند، ولكن الاجراءات اللازمة سوف تتخذ فيكم الحمد لله. فهذا هو البرنامج. انا بصراحة شفت انه البرنامج ما له داعي، واذا كان له داعي وكان له داعي بوجهة نظر بعض الناس او بوجهة نظر الاطفال كانوا مبسوطين فيه، لازم يكون في ناس بنتبهوا على اللي بيعملوه الاطفال فيما بينهم. الاهل بده يطلع منهم غلط، اذا سمحت خليك بشغلتك بما كان يكون، خليك بشغلتك، لا تتدخل، لا تنقل الحكي، لا تقول في سيناريو لازم نمشي عليه. هذا السيناريو اذا صار فيه غلط لا احذف هاي الكلمه، لا يا ولد ما بصير تقول هيك، لا يا بنت غلط تحكي هيك. اوكي تمام. بالتصوير ما حدا انتبه، وما كان في حدا بينتبه عليهم، وما كان في حدا يدلهم على السيناريو انه شو الافضل يحكوه وشو اللي ما يحكوه. تم التصوير. طيب وقت المونتاج ليه ما قصيتوا الغلط؟ طبعا انا بصراحه مشان هيك بشوف انه كان البرنامج ما له داعي، وليكو بسبب هذا البرنامج في طفله انأذت نفسيا، انأذت صحيا. والله يقومها بالسلامة لمريم الشحي، ويبعد عنها كل شر، ويبعد عن كل طفل كل شر، والله يصبر أهلها. وكانت هي حلقتنا لليوم، حبيت أوضح الصورة، حبيت تعرفوا شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.